علاش ناس كبار في الصين كيعجبهم يديروا رياضة؟ ناس كبار في الصين كيعجبهم يديروا رياضة لعدة أسباب. أولا كيعملوا بلي الرياضة كيتعاونوا يبقاو الصحة مزيانة ويعيشوا مدة أطول. في الثقافة الصينية صحة وعمل طويل عندهم قيمة كبيرة بزاف، وبزاف ديال الناس كبار في العمر كيعملوا رياضة يومية بحال المشي تايتشي ولا الرقص في حديقة كيتهميهم أمر كتخليهم حاسين نشاط. ثانيا الرياضة بالنسبة ليهم طريقة باش يتلقاو مع الناس وتعرفوا على الجيران واصحاب. بزاف منهم كيمشيو حدائق ولا ساحة العمل باش يديروا رياضة مجموعين، وهذا الشيء كيعطيهم احساس ديال الانتماء وكيقلل من العزله. ثالثا الرياضه ولا جزء من الروتين ديالهم يوميا، حيث متقاعدين عندهم وقت بزاف فولاو متعودين يديروا رياضه الصباح ولا العشيه، وهذا العدد كيخليهم حياه نظموا ونشيطه. واخيرا حكومه ومجتمع كيشجعوا على حياه صحيه، فبزاف مدن كاينين اماكن عمل رياضه والات ديال التمارين في الجرادين. حتى برنامج كيشجع على القبار في العمل باش يحافظوا على صحتهم مدنيه. وانت شنو رايك في هذا الموضوع؟